مساء الخير يا أصدقائي، أحمد فاخوري من برنامج شبكات، البرنامج الأقوى في العالم. اليوم نستضيف معنا شخص اسمه عبد الرقيب اليافعي. من هذا عبد الرقيب يا أحمد؟ أخبرنا من هذا عبد الرقيب. سوف أخبركم، أعلم بأنكم تتساءلون، اصبروا علي. عبد الرقيب شخص اشتهر مؤخرا في بعض المقابلات من بعض الإذاعات المحلية بأنه يمتلك ذاكرة كروية مستحيلة. يدعي ويزعم بأنه داهية عصره، كمبيوتر زمانه، عفوا حاسوب. لا توجد مفردة كمبيوتر في القاموس. حسنا، دعونا نرحب سويا بعبد الرقيب، ويا ترى هل سيجيب على أسئلة اليوم أم لا؟ أهلا بك عبد الرقيب، مستعد للإجابة على أسئلة اليوم؟ أيوة نعم مستعد. من أي مكان؟ من الجن. حسنا يا عبد الرقيب، سأطرح عليك 3 أسئلة ونرى إن أجبت فسأعطيك تذكرة هدية مني لحضور مباراة لكأس العالم، وإن لم تجب فجنت على نفسها براقش. هذا اللاعب الذي تراه في الصورة خالته حضرت المباراة، ما اسمها؟ لا تدري، وتستعرض أمام الناس والكاميرات بأنك عبقري وتعلم بكل أحداث كأس العالم. جيسيكا. ماذا؟ اسمها جيسيكا. بنت من؟ ما اسم أبيها؟ لابد أن تكمل الجملة. باتريك. كم عمرها؟ 30 سنة. بنت أختها، متزوجة إلى بيت من؟ وكم معها من الأولاد؟ وما رمز تليفونها؟ وصديقتها ألكسندرا، تعرفها؟ متى كان موعد زفافها؟ ما أدري والله، مش عارف. لا تدري كما توقعت. حسنا، لننتقل إلى السؤال الثاني. في عام 1986 كانت هناك مباراة ساخنة بين بلجيكا والإكوادور. كم كان عدد الجمهور؟ كان الملعب يتسع ل50,000 متفرج. لا أريد سعة الملعب، أريد معرفة عدد الجمهور بالضبط. 50,000. خطأ، 50,002 دخلوا بعد انتهاء الشوط الأول. ما هذا يا عبد الرقيب؟ أين ذاكرتك؟ لابد أنها تحتاج إلى عملية إنعاش، ولكن لا تعرف مدى سعادتي حين تخطئ. السؤال الثالث والأخير. في المباراة النهائية عام 1994 أصيب اللاعبون بعطش شديد. من الذي جلب لهم المياه يا عبد الرقيب؟ المياه الباردة المنعشة. سعيد عبد الجبار. من أين اشتراها؟ من البقالة. خطأ، لم يصب اللاعبون بالعطش، بل لم تكن هنالك مباراة نهائية على الإطلاق. عبد الرقيب، ما زلت تريد الجائزة؟ والله هذا الأمر راجع لك. يؤسفني أن أخبرك بأنك لا تستحقها، ولكن يمكنني أن أعطيك حلوى أو خذ هذه، اشرب الماء. أرأيتم يا أصدقاء، لا يوجد من هو أذكى مني ولا أفصح مني كما سبق وأنا أخبرتكم، ولكنكم تعاندون.